السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشوني كتير كتير. النهارده جايبه لكم معايا مفاجأة. عم جيمي ده حارس عندنا في الشغل، يعني يعتبر ابونا واب طبعا ليا. هسمعكم صوته، صوت جميل جدا. اتمنى انكم تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتكتبوا له كلمة حلوة علشان يتشجع ويقول لكم حاجات حلوة زي اللي هقولها لكم دلوقتي. يلا يا عم جمال اتفضل. قال يا واد معاك خضره حشيش بخضار، عرفنا طريق البيت يا واد، انا ودي لحم وخضار وخضار. يا رب يا ابويا اللي احبه يجعل سكن وتجاري، صاحبك وحلو وكتر لي على الدوام ملحك، اكلك بملحك ولا وقفه المعيوب على بالك. قال كم مره يا طبيب تيجي البيت تغميني وتجيب لي الدواء خلف خلاف نظر الشاب تغميني. كم مره يا طبيب تيجي عندنا الشارع وتروح، ومع طلعت الروح يا طبيب انا ما لقيتش واحد راجل جنبي، دراع اليمين اتكسر بمركب الشمال جنبي، ومع سوي ضغط جابوا الاقرع سكنوه جنبي. شوف انا لو معايا الجنيه كان الف واحد تيجي تسكن هنا جنبي. طبيب يا جراح ما تجرحنيش وتتضارب، انا عملت عكازه وعملت العنايه نضاره وعيب على راجل يشوف الضيف والدار. طبيب معايا جرح معايا وعملت مسكنة النضور يا طبيب معايا، وتكون جرحات بالنار يا طبيب معايا، وخايف اموت معايا اطفال معايا. شوف الحته كده حبيبي لما يضحك يا ناس عم تبان سنانه. في الراجل عنده مال يحط عطر وشمبار، وراجل بلا مال يقعد في الشمس يتفل. السبعه لما كبر قوم هاجموا عليه الكلاب في الغاب ياكلوه. كان عنده اثر قديم من سبب الجدود ياكلوه. شوف السبعه لما فزعوا ما قدروش الكلاب ياكلوه، بس احنا وقعنا في وسط ناس لو طلع حق الناس. تاجر الفن ما عندكش تبيع منه؟ طب ما مش طالع صوت. قال له ده انا عندي كتير بس قوت العيال. واه هي اللي جايه